ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده انا جايه افرحكم زي ما انا فرحانه. الحمد لله عملت مطبخي زي ما انا عايزه اقول لكم انا مستنيه اللحظه دي بقالي سنين كتير جدا 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 جدا. ليه؟ لان انا لما جيت اتجوزت من 18 سنه يعني اتعمل لي كده مطبخ على قده جدا جدا صغنن كده، وهو اصلا يعني مساحته تقريبا متر ونص في مترين حاجه كده، يعني حاجه كنت بقف فيها بالعافيه. بس طبعا انا كنت ساعتها دماغي اصلا مش في المطبخ ولا دماغي في الكلام ده خالص، ولا كنت اصلا على السوشيال ميديا وما كانش بيبقى يعني فارق معايا الكلام ده. بس مع الوقت طبعا لما دخلت في مجال الطبخ وان انا بصور وكده، بدأت دماغي تكبر كده ان انا عايزه مطبخ حلو ومش عارف ايه. المهم ان انا اتغربت وبقالي 18 سنة متغربة أنا من أول ما اتجوزت تقريبا، وبقالي سنين كتير جدا جدا نفسي في اللحظة دي، نفسي في اللحظة اللي أعمل فيها مطبخ يكون عاجبني ويكون ملبي احتياجاتي كلها ومخليني حاسة إن أنا بتعامل في المطبخ بسلاسة، وإن الدنيا تبقى معايا عملية وحلوة ومرتبة وجميلة. كان اخري ممكن في الغربه ان انا اعمل تغييرات بسيطه كده كانت بتحسسني بالسعاده الوقتيه. يعني ممكن اعمل ستيكر على الرخامه، ممكن اعمل مثلا ورد كده شكله حلو، ممكن اعمل مش عارف ايه. بس يعني من جوايا كنت دايما مش راضيه عن المطبخ، لحد ما عملت المطبخ بتاعي دلوقتي واللي دلوقتي عاجبني جدا والحمد لله بشكر ربنا جدا جدا. انا بقالي اسبوعين بالظبط المطبخ ده شغاله فيه وقاعده فيه. بس النهارده قررت ان انا اصور الفيديو ده بعد طبعا استخدام كتير علشان اعرف فعلا المطبخ ايه الدنيا، الادراج مريحاني، الارفف، كل حاجه. وقلت بقى لازم اصور لكم اللحظه المنتظره اللي انا متاكده ان كتير جدا منكم هيفرحوا لي بيها، لان فعلا فعلا انا عارفه ان في ناس كتير بتحبني. اكيد انا مش محبوبه من الكل، يعني اكيد في ناس مش بتحبني، بس اتمنى ان هم يعني ايه يدوني كده فرصه ويحاولوا يحبوني. لكن الناس اللي بتحبني اللي انا متاكده انها هتفرح لي من قلبها، انا بجد الفيديو ده ليكوا انتوا، علشان انا عارفه ان انتوا بتفرحوا لي وبتتبسطوا وانا مبسوطه. عايزه اقول لكم رسمه المطبخ ده والديزاينر اللي عملته ست، يعني ما يجيبها الا ايه. بوصيكم ان انتوا لو رحتوا الشركه دي وتعاملتوا معاهم تطلبوا ديزاينر اماني، لان هي فعلا توب في الرسم، فظيعه، بترسم المطبخ بالشكل اللي انت عايزاه. زائد ان وهي شغاله فيه بتيجي تقولك مثلا القطعه دي ايه رايك لو عملناها كذا، طب انت حابه ان هي تكون كذا، الحلل تتحط في درج ولا في ضرفه. بجد كانت بتسالني في تفاصيل التفاصيل، وانا كنت مبسوطه جدا بده. مش قادره اقول لكم انا مبسوطه قد ايه بالمطبخ بجد. مبسوطه ان انا دايما وانا واقفه في المطبخ كده شايفه ولادي، لان هو المطبخ هنا امريكان، فطبعا انا شايفه البيت كله، يعني شايفه من الناحيه دي كل الناس اللي قاعده كلهم بيتفرجوا على التلفزيون، بيعملوا ايه، بيذاكروا، اي حاجه انا شايفاهم هنا. حتى الغداء السفره قدامي هنا. المطبخ هنا ليه مدخلين، مدخل من الناحيه دي ومدخل من الناحيه دي، وهقول لكم عملنا المدخلين دول ليه، وهقول لكم كل حاجه وهوريكم المطبخ. عايزه اقول لكم بقى المطبخ هنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا اول حاجه المطبخ ده الاول ما كانش كده، خليني اوريكم الاول المقطع ده وبعدين نرجع نشوف المطبخ بقى ازاي. ده يا جماعة شكل المطبخ في البداية كان عبارة عن كل حاجة غلط تقريبا. يعني زي ما انتوا شايفين ده معمول كاونتر، والكاونتر معمول له كاونتر تحته، فحاجة كده منتهى الغلاسة ان انا الكاونتر ماهوش كبير وماهوش صغير. عارفين لما يكون مش مستغل الاتنين مع بعض. بصوا هوريكم دلوقتي، بصوا المنظر ده، والحوض كمان صغير، والرخام لونه اسود وانا ما كنتش حابه ابدا باللون الاسود، ومعمول الرخام قبل العلب بتاعه المطبخ، فطبعا دي حاجه كانت مستحيله. بصوا المنظر، يعني الرخامه مش عريضه خالص نهائي، وكمان رخامه تانية تحتها، فبالتالي انا كده يعني مش حاسه ان الرخامه كبيره. تمام. الجزء الخارجي دوت عباره عن بديل رخام، فطبعا برضو ما كنتش حابه ابدا شكله، بجد ما كانش اي حاجه راضيه عنها. حتى الشفاط كان لونه ازرق، وحسيت ان المكان عمره ما هيستغل بالطريقه اللي تسعدني وتبسطني، ان انا هيبقى ورايا بوتاجاز وتلاجة والدنيا كلها مقفله كاونتر زي ما انتوا شايفين. شفتوا بقى المطبخ كان حاجة وبقى حاجة تانية خالص، حتى لونه وشكله. معالم المطبخ ما ظهرتش غير بجد بالالوان والتركيبة والاضاءة وكل حاجة اتعملت. تعالوا بقى نشوف المطبخ بتاعي الجديد شكله عامل ازاي، خليكم معايا. مبدئيا كده المطبخ من الريسبشن ده الواجهة بتاعته،
يعني معنى الكلام وانا قاعده في الريسبشن ببقى شايفه المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، فبالتالي انا مش شايفه الوان غريبه، مش شايفه اي حاجه شكلها مش لطيف. انا شايفه الالوان متناسقه مع الوان العفش طبعا والديكور اللي انا عاملاه، فبالتالي انا مش حاسه باي مشكله خالص خالص في الشكل العام للمكان. ده اللي هم لعبوا عليه بصراحة، ان الدنيا تكون بسيطة وهادية ومش صاخبة، يعني عايزين حاجة تكون بتريح العين جدا جدا واحنا بنبص عليها من كل مكان من البيت. عملنا الجزء الازاز اللي انتوا شايفينه ده، النيش الموضة دلوقتي طبعا. النيش اللي احنا كنا بنعمله زمان ده ما عادش دلوقتي موضة، بيتعمل كده في المطبخ. طبعا انا عملته ليه في الجزء ده هقول لكم دلوقتي، لان طبعا انا هنا عاملة القطعة دي هي التلاجة اتعملت في الجزء ده علشان انا ما كنتش عايزة يبقى ورايا اجهزة كتير. يعني معنى الكلام ان المطبخ بتاعي ظهره لو كان يبقى فيه البوتاجاز كده والتلاجة جنبه، كنت حاسه ان الشكل ده مش هو الشكل اللي انا حباه. انا كنت حابه ان اللي ورايا يكون دولاب ويكون عندي وحدات تخزين كتيره، فكان الشكل ده يعني اكتر شكل عجبني، ان انا اخلي التلاجة هنا وهنا في مدخل للمطبخ زي ما انتم شايفين. ده المدخل اللي هو من ناحيه الريسبشن، تمام، وفي مدخل تاني من الناحيه التانيه زي ما انتم شايفين كده. من الناحيه دي لو حد مثلا خارج من الاوضه يقدر يدخل من المدخل ده. بجد ان يبقى في مدخلين للمطبخ دي حاجه مش قادره اقول لكم ممتازه ازاي. وفكره ان انا لغيت الكاونتر اللي كان معمول في الاول وعملت جزيره زي ما انتم شايفين كده، حرف ال كبيره جدا عريضه، فطبعا حاسه ان هي ما شاء الله مساحتها مساعده جدا ان انا اعمل عليها عجين، اشتغل عليها براحتي، اطبخ، اعمل اللي انا عايزاه، وفعلا مدياني براح كده ومساحه كويسه جدا جدا. زي ما انتم شايفين طبعا فوق كده في ليد اضاءه عامل شكل حلو جدا، وفوقيها وحده تخزين. طبعا احنا المطبخ عندنا كله وحدات تخزينيه داير ما يدور فوق الوحدات اللي هي الرئيسيه يعني لحد السقف. زي ما انتم شايفين الوحدات دي لازمتها ايه يا زينب؟ هتطلعي تشعلقي فوق تجيبي الحاجه ازاي؟ هقول لكم ان الاماكن دي بتنفع جدا في حاجات اللي مش بتطولها ايدك طول الوقت، او مش حتى كل اسبوع. في حاجات دايما بنستخدمها كل موسم، مثلا كل عيد، كل مش عارف ايه، كل عزومه. طبعا بتوفر لك مساحه للمكان تحت تحط فيها الحاجات اليوميه. هنا طبعا زي ما انتم شايفين التلاجة موجوده في يعتبر جزء من المطبخ وجزء من الريسبشن، مش مغطيه على المطبخ خالص. انا لو كانت اتحطت جنب البوتاجاز زي المكان الرئيسي اللي هي كانت هتتحط فيه في الجزء ده، كانت هتاكل لي المساحه التخزينيه دي كلها، وكنت مش هحس اني مبسوطه ان ورايا طول الوقت وانا بصور الاجهزه. انا ما كنتش حابه المنظر ده، انا كنت حابه ان يبقى الخلفيه بتاعتي كلها دولاب مطبخ، المنظر احلى بكتير والشكل العام اجمل بكتير. وجنب بقى التلاجة عملنا الميكروويف. الميكروويف طبعا عندي مش بلت ان، يعني انتوا لما تشوفوه للوهله الاولى تقولوا ده بلت ان، بس طبعا ده من جمال شغلهم ان هم عملوا الخدعه اللي انتوا شايفينها دي، ان الميكروويف يبقى جوه الوحده عادي ويتعمل له تقفيله كده كانه بلت ان، فطبعا الشكل العام بيدي شكل احلى بكتير. وكمان فوقيه وحده هنا حطيت فيها بعض الاجهزه الكهربائيه، هنا حطيت شويه كركبه بقى ايه مش يعني ده الهدف منها دلوقتي. تمام، هنقفل الضرفه. تمام، بعد كده هنا فوق برضو في وحدة تخزين، وهنا في أدراج تحت بعض. الدرج الأولاني ده بتاع المعالق والسكاكين والشوك والحاجات دي، بس أنا مستخدماه استخدام آخر لأنها طبعا عاملين لي درجين، فأنا هنا عاملاه للأدوات اللي انتوا شايفينها دي، والدرج التاني بقى للشوك والسكاكين والمعالق. الدرجين اللي انتوا شايفينهم دول أنا حاطة فيهم بلاستيكات زي كده، طبعا تبروير والبلاستيكات بشكل عام بتنظم لي الدنيا جدا في التلاجة وحلوه جدا. درجين تحت بعض زي ما انتم شايفين. هنا طبعا الجزء اللي جنب الميكرويف دوت كان يعني موجود فاضي كده، فاستغليناه ان احنا نحطه يبقى مكان للبلانشات اللي هي اللي بنقطع عليها والواح التقطيع، وكمان لو حابه احط صواني. هنا بقى عندك جنب الحوض طبعا اهوت، تمام، جنبيه بالظبط وحده الباسكت بتاع الزباله، الباسكت بالميكانيزم التركي وطبعا جوده عاليه جدا. وهنا طبعا الوحده دي تحت الحوض اللي هي بتحط فيها ادوات النظافه والحاجات الخاصه بالتنظيف. وبالنسبه للخامه بتاعه الجزء اللي تحت الحوض فهي معموله من البورديوم. البورديوم طبعا مقاوم ممتاز للميه، طبعا عشان لو حصل اي تسريب ولا اي حاجه يبقى المكان متامن تمام.
هنا كمان وحده ديكوريه شكلها حلو، حطيت فيها الاشكال دي. لو في حاجه تعديل بقى ديكورات او كده قولوا لي، حطي هنا شيلي هنا. هنا طبعا غسالة الاطباق موجوده جنب الحوض، ودي حاجه مش قادره اقول لكم يا جماعه بسطاني قد ايه، لان انا كان مطبخي القديم في قطر الغساله كانت على بعد 1.5 متر من المكان اللي انا واقفه بيه بغسل مواعين، فعليكم ان تتخيلوا المأساة اللي انا كنت فيها. وهنا كمان عملنا الكافي كورنر ده، حطيت هنا الكاتل وكانت القهوه وفناجين، وعايزه اجيب شويه مجات برضو احطها في الجزء ده. وهنا حطيت الشاي والسكر والقهوه يبقوا بشكل حلو كده ولايق طبعا مع ديكور المكان. هنا الصفايه الداخليه، طبعا انا ما حبيتش الصفايه اللي هي بميكانيزم بتنزل لان بتبقى تقيله جدا جدا، وبصراحه مش مستوعبه ان الاطباق لما تكون فيها هتبقى الدنيا حلوه. دي بقى الحاجات اللي استخدامي اليومي، حطاها هنا اطباق او كوبايات او كده. وهنا حاطه بولات وحاجات اطباق مجات برضو نفس الكلام. وهنا الوحده دي بقى وحده كبيره جدا لحد الاخر. هنا طبعا كل ده حاطه فيه حلل اطباق بلاستيك مش عارف ايه، يعني المساحه ما شاء الله التخزينيه حلوه جدا. الشفاط ده من غير مدخنه، فطبعا عايزه اقول لكم ان هو يعني ايه، يعني على قده كده مش احسن حاجه. علشان كده انا صممت ان انا يبقى عندي شفاط تاني عشان يشفط بقوه اكتر، يعني يساعد معاه علشان طبعا الريسبشن ما يبقاش ريحته اكل او كده. والحمد لله الحمد لله كان اختيار موفق في الشفاط ده جدا جدا جدا. الشفاط ده برده كويس، بس انا حاسه ان هو مش هيبقى كفاءه قوي لوحده، لازم حاجه معاه. وهنا بقى ضرفه دلع كده شويه اللي هي الكوبايات الترندي دي بقى، الحاجات الحلوه دي. طبعا انتوا شايفين الابيض اللي في النص جوه ده دي ماسوره الغاز، وطبعا ماسوره الغاز دي فوق خالص برضو متداريه جوه فوق. وهنا برضو بس احنا داريناها هنا بالكوارتز. هقول لكم برضو عملت الرخام عند مين بس في فيديو منفصل، علشان بحب ادي كل حاجه حقها. بالنسبه للمكان ده حطيت فيه القلايه الكهرباء، وحطيت فيه طبعا درع اليوتيوب بقى عشان اتفخر كده بنفسي يا ولاد. تمام. وعندنا بقى جنب البوتاجاز هنا في 2 ترولي. الترولي الاولاني اهو، هما 2 ترولي للزيت والخل والحاجات كلها، بس انا بصراحه عملت 1 ترولي من تحت زيت وخل وكده، ومن هنا البهارات. تمام. وكمان اللي جنبه بقى حطيت فيه شويه حاجات تانية، يعني المصافي، قطعه البيض، الحاجات اللي هي بتاعت الكنافه يعني شويه كركبه من جوه المطبخ، يعني مش من بره، كلها حاجات مطبخ. تمام. دي بقى فيها الجزء بتاع اللي هو عداد الغاز. عايزه اقول لكم احنا لو بتوع الغاز جم هيشلوحوني عشان الماسوره اللي انا مدارياها هنا، وعشان العداد اللي انا مخبيها جوه، مش عارفه هيعملوا فيا ايه، بس هتصرف، هشربه شاي بالياسمين ماليش دعوه. هنا بقى عندنا الوحده التخزينيه الكبيره دي ما شاء الله، شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا الدولاب الطويل ده علشان دولاب الخزين. طبعا انا هفتحه اوريه لكم، بس انا هوريه لكم لسبب واحد، ان انا حابه اوريكم التعب اللي انا تعبته عشان انظم الدنيا، السكر والزيت والكريم شانتي والقمح والبليله وسمسم وكل الحاجات، المكرونات، كل حاجه محطوطه في اماكنها. بجد يا جماعه مش قادره اقول لكم الراحه النفسيه لما بفتح الدولاب ده بحس بايه، ممتاز جدا. هنا بقى حاجات اللي هي الفويل والحاجات الكركبه بقى اللي فوق دي، لسه برضو في حاجات عايزه تتظبط، بس هنا الرفين دول انا مخلصاهم وبجد عاجبيني جدا جدا. تمام كده. الجزء بقى اللي تحتهم ده اللي هي الدرج بتاع المعالق التاني، زي ما قلت لكم هنا في السكاكين والمعالق والشوك وكل الحاجات ديت. وهنا في درج تاني حطيت فيه بقى البولات الخشب والحاجات المعايير تمام. عندك هنا بقى الدرج ده للبصل والثوم والحاجات دي، يعني انا مش حابه افتحه قوي. تمام. بس يلا هفتحه لكم. تمام. البصل والثوم والكلام ده. وطبعا في تهويه علشان الدرج يبقى الحاجه ما تبصش فيه وكده. الوحده الديكوريه الفظيعه دي، شايفين الجمال؟ بصوا راحه نفسيه وانتي بتشوفيها كده، انتي داخله دلوقتي دي طرقه اساسا بتودي للاوض. تمام. بصوا المنظر حاجه تحفه. الليد عامل شغل جدا مع الاضاءه مع الزرع اللي انا حطاه، طبعا كله صناعي يعني مش زرع حقيقي، بس بجد مريحني نفسيا جدا وحاسه كده ان انا مبسوطه وانا شايفاه. تعالوا لي بقى للجزيره من جوه. الجزيره دي بقى حكايه حرفيا. اول حاجه فيها درجين هنا، الدرجين دول للحلل. في الجزيره في ضرفه معموله علشان الكبه والعجان، طبعا انا لسه ما حطيتهمش عشان لسه في العلب بتاعتهم.
وهنا طبعا معمول حسابهم في الكهرباء عشان لما اكون واقفه بشتغل هنا ما يبقاش في مشتركات او حاجه، ادخل الفيشه من هنا وانا واقفه بمنتهى السهوله واشتغل عادي جدا. يعني بصراحه كل حاجه معمول حسابها. هنا بقى عندنا الترولي ده او الضرفه دي بتتسحب كده للادوات اللي هي بقى الاسباتيولات، اطقم التوزيع، الحاجات دي كلها تقدري تحطيها 3 رفوف وهم زي الفل، بحط فيهم حاجات كتير جدا جدا. هنا بقى الجمال كله. تعالوا بصوا بقى الفن بقى، تعالوا بصوا الفن. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله كميه البايركس والبورسلين والتيفال اللي انا حاطاه. شايفين ما شاء الله، يعني حاطه كتير. الدرج اخد شويه حاجات كتيره جدا جدا عشان الطريقه اللي معمول بيها الدرج اللي هي متقسمه 1 2 3 4 4 تقسيمات، حاطه فيهم كميه صواني محدش يتخيلها في المساحه دي. حاجه تحفه لان الدرج طبعا عميق فاخد كميه كبيره من الصواني. من احلى الحاجات اللي عجباني بصراحه. تعالوا بقى نبص على الجزيره من ورا. يعني دي الجزيره من ناحيه المطبخ، من وجهه المطبخ. تعالوا بقى بصوا لي على الجزيره من الناحيه التانية هتبقى ازاي. طبعا بما ان في الناحيه دي درج الحلل فالجزء ده خلاص مقفول تمام، لكن في هنا جزء مستغل من ورا. بصوا بنفتح كده هنلاقي ديكورات بقى ومفارش وفوط وحاجات خاصه بالمطبخ انا حطاها في الجزئيه دي زي ما انتم شايفين كده. بتتقفل الضرفه طبعا ما بيبانش خالص ان هي ضرفه، يعني محدش يقدر يعرف ان دي ضرفه. دي ضرفه سحريه بالنسبه لي، ضرفه سحريه. ومن ورا بقى عاملين هنا طبعا نيش تاني. طبعا دي حاجه غير متوقعه طبعا. بصوا الجمال، نيش تاني معمول في نفس المكان بتاع الجزيره من ورا. شايفين؟ بصوا الجمال. جبت بقى حاجات من جوازي وحطيتها هنا، حاجات تحفه جدا وكانت عجباني قوي واستغلتها هنا، عامله شكل حلو قوي. تعالوا بقى اكلمكم عن خامه المطبخ، ودي اهم حاجه في الفيديو، ان طبعا لازم تعرفي ايه الخامه اللي انت اتعمل بيها مطبخك. هنتكلم عن الخشب، فانا هقول لكم ان العلب كلها الموجوده في المطبخ خشب كونتر جود وود، طبعا متغطي بطبقه HBL سواء الابيض او الخشبي. بالنسبه للظرف الخارجيه اللي هي لونها بيج اللي انتوا شايفينها دي، او اللون اللي انتوا شايفينه ورايا ده، دي حاجه اسمها يوفي لاك 5K تركي، ودي احسن خامه من الخامات الجديده بتاعه المطبخ. طبعا بالنسبه للظرف اللي انتوا شايفينها دي بتبقى طبعا معمول لها شرايط كده بتتلزق من نفس الخامه، نفس خامه اليوفي لاك. القطعه اللي انتوا هتشوفوها دي دلوقتي اللي هي الحروف اللي هي دي بتكون ملزوقه. الحروف دي كلها ملزوقه بغير الماني الصنع علشان تتحمل طبعا درجات الحراره معاكي وما تفكش معاكي. طبعا المطبخ انت بتاخدي عليه ضمان طول الوقت، لو في اي حاجه بترجعي للشركه اللي عملت المطبخ تقولي لهم في عندي مشكله، ما بيتاخروش عنك ابدا ابدا. وبالنسبه للاضراب فكل المجر فيها سفليه مش جانبيه علشان تتحمل معايا عمر اطول، علشان تستحمل اي حاجه تقيله انت تحطيها. بالنسبه للمفصلات فكلها بلومن مساوي. هتقولوا لي طب انت ليه عامله حاجات تاتش وحاجات بيلت ان وحاجات مش عارف ايه؟ ليه كل ده؟ علشان نطلع التصميم الرايق ده في الاخر. كان لازم كل حاجه تتعمل بحسابات معينه. وزي ما قلت لكم اللي بيبقى شايفني من الريسبشن بيبقى حاسس ان مفيش اي حاجه غريبه عن المكان، مفيش اي حاجه فيها بهرجه ولا اي حاجه فيها يعني شكل غير مألوف للريسبشن. يعني لان الريسبشن طبعا لازم يكون الدنيا يعني لازم يكون في هارموني بين المكان هنا والمكان هنا. ما ينفعش طبعا المكان هنا يكون بالوان معينه واجي انا في المطبخ اعمل لون اصفر واحمر واخضر والوان غريبه واشكال غريبه. حتى اختياري لكل الحاجات الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، اطقم الشاي والسكر، لازم كل الحاجه تكون بهدوء وبساطه علشان ما يتاثرش على نظري وانا واقفه واحس ان في حاجه غريبه. اللهم لك الحمد، راضيه عن المطبخ بشكل كبير جدا جدا. حاسه ان انا يعني عملت حاجه انا حباها فعلا، مش حاسه باي مشكله وانا واقفه كده ولا اي حاجه. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معايا في فيديو النهارده واستمتعتوا معايا زي ما انا مستمتعه بجمال المطبخ عندي. وقولوا لي بقى رايكم، ولو في اي تعديلات على اي حاجه بس مش بخصوص المطبخ، لا بخصوص الديكورات اللي في المطبخ، لو في اي تعديلات قولوها لي. وعايزاكم تكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم في المطبخ بجد.
وقولوا لي كلام حلو كتير، بلاش حد يعني يكتب لي كلام وحش. ومش عايزه حد يقول لي في الكومنتات فلوس اليوتيوب والكلام الغريب اللي بتقعدوا تكتبوه للناس ده. والله يا جماعه لا فلوس يوتيوب ولا فلوس فيسبوك ولا اي حاجه. انا واحده اتغربت كتير واشتغلت كتير وتعبت كتير جدا. في اخر كام سنه انا اشتغلت المطبخ ده عاملاه بتعبي وعاملاه بمجهودي، وانا فرحانه ان انا اللي عامله ده كله علشان انا احس بقيمه الحاجه اللي انا تعبت فيها وعملتها. فعلا الواحد لما بيعمل حاجه كده من تعبه بيحس فعلا بجمالها وبيحس فعلا بقيمتها. اتمنى ان شاء الله ربنا يحقق لكم كل امنياتكم وكل اللي نفسكم فيه تعملوه. ولو حد نفسه في مطبخ زيي يتعامل احسن مني ويبقى اجمل مني، ويا رب يحقق لكم كل اللي انتوا بتحبوه واللي نفسكم فيه يا رب. يا رب يوسعها على الجميع ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. عايزاكم تدعوا لي دعوات حلوه في الكومنتات. عايزه اقول لكم ان اللي عملوا المطبخ ده هم شركه بيوت وود، ما لقيتش افضل ولا احسن ولا اكفأ منهم يعملوا لي مطبخي. هحط لكم لينك الصفحه بتاعتهم في الكومنتات. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كنت معاكم زينب زياد. باي باي.